كريبي، ولو لقيته ماشي ورايا يبقى اعرفوا يا جماعه ان انا ايه، انا مخطوفه. ده فيديو من العربيه في وسط الشارع، عشان انا بقالي كذا يوم بفكر في حاجه، ازاي ان احنا كلنا ممكن نقدر ان احنا نغير حياتنا في 14 يوم بس. هل دي حاجه منطقيه؟ مش قوي، بس في نفس الوقت هي حاجه دوبل، حاجه نقدر عليها. وطبعا هنجنور الدوشه اللي بره دي، لان بجد انا محتاجه ان انا اعمل الفيديو ده، عشان انا لو ما صورتوش النهارده مش هصوره اي يوم تاني. ده اول فيديو بعد تقريبا 3 شهور ما عملتش اي فيديو، فلو اول مره تشوفوني انا ميار رضوان بعمل فيديوز عن من انرجي، كتب، سيلف هيلب، ولو تاني مره تشوفوني فويلكم باك. معانا كراستنا اللي بتقول ام overwhelmed، عشان اقول لكم على كل ستابس هنعملها ان احنا نقدر فيها ان احنا نغير حياتنا 14 يوم. جيبي بقى ورقه وقلم، او جيب ورقه وقلم ويلا بينا نبتدي، علشان انا عندي كلام كتير قوي اقوله وانا في الشارع، في نص الشارع حرفيا. يعني هبقى اوريكم الشكل عامل ازاي. اول حاجه ان احنا we will start small. انا عارفه ان انت عايز تغيري حياتك في 14 يوم، ده عايزه تغيري كل حاجه في حياتك، كل الديتيلز، فده طبعا هيخليكي overwhelmed، مش هتعرفي تغيري اي حاجه في الاخر، وفي الاخر سنفشل فشل ذريع. فاهم حاجه ان احنا start small specific to 3 goals في ال 14 يوم دولت احنا عايزين نحققهم، او مش نحققهم، عايزين نستارت فيهم. يكون عندنا بلان اوفر فيو، يكون عندنا فيجواليزيشن باللي هيحصل ليتر اون. هو ايه في ايه؟ انا واقفه فاحنا يكون عندنا فيجواليزيشن، انا في خلال 14 يوم دول عايزه احقق ايه، وانا كمان 6 شهور عايزه احقق ايه. اوكي، يعني اكتشفت حاجه تحفه، لما بنظف كويس الحته اللي حواليا وبرمي حاجات انا مش محتاجاها او بديها لشاريتي، ده بيديلي مساحه ان انا ابقى مور فريش، ويبقى عندي كلير مايند سيت، وان انا بقدر ان انا ابقى كرييتيف. والستارت فريش ان احنا هنحدد جولز في ال 14 يوم دولت، وحاجات هنبداها في ال 14 يوم دولت وهنكمل عليها later on. هنكلير سبيس، هنبدا ان احنا ننسى كل حاجه جربناها قبل كده وفشلت، هنستارت فريش كلين. انا مش فاكره انا عملت ايه قبل كده، واي حاجه فشلت عملتها خلاص هنساها وهستارت اوفر. بعد كده هنفيجوالايز انا عايزه ابقى ايه. ان الفيجواليزيشن عامه بيساعدنا ان احنا نحقق حاجات احنا مش شايفينها قدامنا. لما العقل يبدا يشوف انا لما ابقى عندي كذا ايه اللي هيحصل، بيبدا يكون متحمس اكتر ويقدر هو يعمل بروبر بلان احسن، والنتائج بتبقى اقوى. انا مثلا بالنسبه لي الجولز بتاعتي في لغايه 2025 ما تخلص، انا هحتاج ان انا يكون عندي 50,000 سبسكرايبر على يوتيوب، مع اني اي دونت بوست ذات ماتش، فده طبعا مشكله. 100,000 على تيك توك و200,000 على اليوتيوب، انا هكون كويسه لو عملت كده. وانا دلوقتي بتعلم الماني، بجد من الحاجات الحلوه اللي انا عملتها. طبعا هي لغه صعبه جدا، بس انا فخوره بنفسي ان انا خدت ساتش ستيب، وان انا يعني اخلص ليفل معين في الالماني، وان انا محتاجه الوز ويت، ان انا اكلي بقى وحش قوي الفتره دي، وده مأثر عليا منتلي ومأثر على شكلي وانا مش مبسوطه. فانا محتاجه ان انا احط في البلان ان انا الوز 5 كيلوز. فالنكست ستيب انا دلوقتي عندي بلان، وبقيت فيجواليزيشن حاطه قدامي شكل الحاجات اللي انا عايزه احققها. اي حاجه doesn't align، اي حاجه مش ماشيه مع البلان دي، اكل غير صحي، سكرين تايم كتير قوي، بتفرج على اللعبه بطريقه غير طبيعيه، كل ده مضيعني ان انا احقق اللي انا عايزاه. يبقى I need to stop doing all that، وان انا فوكس بس على الحاجات اللي انا عايزه ابقاها، اللي هو ال 5 كيلوز، losing 5 كيلوز، learning language الجيرمن اللي انا بتعلمه، الكونتنت كريشن اركز عليه اكتر واتطور نفسي فيهم. واي حاجه تانية doesn't align with me، بني ادمين، habits، كتب، اي حاجه doesn't align with me تترمي يا جماعه، عشان ده بيشتتني. بقى في حاجه كتيره قوي بننسى ان احنا نفكر فيها، ان هي نعمل ديجيتال ديكلاتر. and by digital declutter I mean، انا معلش ببص يمين وشمال عشان انا literally في الشارع. by digital declutter I mean ان احنا نانفولو ناس مش بتشجعنا، نانفولو ناس مش بنحب ان احنا نشوفها على السوشيال ميديا، بس احنا خايفين نعمل لهم انفولو عشان شكلنا ما يبقاش وحش. انفولو كونتنت كريتور مش بينسباير يو، انفولو توبكس doesn't make you happier. ديجيتال ديكلاتر، امسحي صور بتضايقك، امسحي conversations او محادثات او شات ما بينك وبين ناس بيضايقك. ديجيتال ديكلاتر. بعد كده هنانلايز يور داي، من اول ما تصحي لحد ما تنامي، كل حاجه بتاخديها بتعمليها بتاخد قد ايه وقت، حلوه ولا وحشه، بتساعدك انك تحققي يور جولز ولا لا، واكتبيها في ورقه وقلم. وده بجد بيساعد جدا قوي تعرفي ايه اللي معطلك انك تحققي اللي انت عايز تحققيه. طبعا we will let go of beliefs، old beliefs او معتقدات قديمه.
المعتقدات دي خلتنا ما نحققش اللي احنا عايزين نحققه. المعتقدات دي زي اراء الناس طز فيهم، مش فارقه قوي. معتقدات زي ان احنا نبطل مقارنه ما بيننا وما بين الناس اللي حققوا. ما تقارنيش انت لسه بادئه دلوقتي بحد بقاله 20 سنه شغال. It's not fair ليكي. في حاجات عشان انت عايزه تعمليها مش عشان انت لازم تعمليها. انا هضطر اطلع قدام عشان انا بجد حاسه اتس كريبي، ولو لقيته ماشي ورايا يبقى اعرفوا يا جماعه ان انا انا مخطوفه. تمام. وبعد كده في الكام يوم دولت هنبدا ان احنا نبيلد هابتس. الهابتس اللي احنا هنبيلد في الفتره دي انا هقول لكم عليها. هنبيلد جورنالينج ده اكتر حاجه مهمه ان احنا نعبر بيها عن مشاعرنا. قولوا لي ليه؟ قلتوا لي ليه؟ الجورنالينج ده it's a way to express our emotions. تعرفي ايه اللي في دماغك، تعرفي افكارك، بتطلعي كل الدوشه اللي في دماغك بره على ورقه وقلم which is بتقلل بقى الاوفر ثينكينج اللي عندك في دماغك. فده حاجه حلوه جدا وحاجه مهمه جدا، وحاجه انا بحاول ان انا اعملها في ال 14 يوم، ان انا هعمل معاكم ال 14 يوم دول. والمديتيشن، ان انا لقيت ان المديتيشن اتس فيري هيلبفul يا جماعه، ومن اكتر الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نبقى نحارب الانكزايتي ونعرف نفسنا ونعرف اهدافنا ونعرف الاصوات اللي جوه دي اصوات مين. ان هو مهم جدا، بس احنا ما اتعلمناش ثقافه التامل مع انها موجوده في الاديان، مش حاجه يعني ويسترن او حاجه غربيه واحنا بقى بنحاول ناخدها. لا، زمان الانبياء كانوا بيقعدوا في بيقعدوا في اماكن وبيتاملوا الخلق، بيتاملوا جمال ربنا اللي خلقه، بيتاملوا just staying in the present. فاهميني؟ احنا هنعمل جورنالينج، هنعمل مديتيشن، هنكلينز السوشيال ميديا، هنتحرك وهنتعلم حاجه جديده. انا بتعلم الماني. اختاري لغه، اختاري هوايه، اختاري اي حاجه. بلاش وقتك يضيع في اللاشيء، بلاش وقتك يضيع زي ما بيضيع وانا بتفرج على اللعبه. بتفرج على اللعبه الفور سيزونز حفظتهم، بس انا بحبه، بس كفايه. روتينز مورنينج اند نايت. بتحبي تعملي ايه الصبح، تعملي ايه بالليل. الهابتس، سيت يور روتين، سيت يور جولز. ما تقلديش حد، اعملي كل حاجه انت تحبي تعمليها for you, to you, not for anyone. Don't impress anyone. No, just you, for you. اوكي. لاتر، تعلمي بريس ورك، ازاي تتنفسي، عشان اكتشفت ان احنا مش بيتنفس صح. بعد كده set intention for the day، اللي هو صباح الخير يا جماعه. انا النهارده قررت ان انا الانتنشن بتاع اليوم هو ان انا اتعلم. اتعلمت، يبقى انا I made الانتنشن بتاعت حققت الانتنشن بتاع اليوم. الانتنشن ممكن انت عندك انتنشن for the 14 days ان انا عايزه اتعلم، ان انا عايزه ابقى grow، ان انا عايزه يبقى عندي ديسبلين، ان الديسبلين ده ماسل احنا بندربها ان هي تكبر، فالديسبلين ده ماسل. فبرضه خلي يبقى في وورد او انتنشن لل 14 يوم دولت، وورد لانتنشن لكل شهر، عشان يبقى الماب بتاعتك، الGPS بتاعك اللي بيخليكي توصلي للي انت عايزه توصلي له. هل احنا خلصنا الفيديو النهارده؟ عشان دوشه جامده قوي وانا مش عارفه انتوا بتسمعوا ولا لا، وصوتي عالي جدا، بس اتمنى تكونوا عجبكم الفيديو بتاع النهارده. فلو عجبكم الفيديو بتاع النهارده متنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب لليوتيوب شانل، اعملوا فولو على انستجرام، سيبكم اللينكس كلها تحت، واشوفكم في الفيديو الجاي.